مرحبا بكم إلى التفاصيل. أوضح التعليق الأسبوعي بأن جوهر انتصار الشعب الإريتري في الماضي والحاضر هو الرؤية الموحدة والطموح المشترك والوحدة الوطنية القوية. وتأتي المهرجانات الوطنية من بين العوامل السياسية والاجتماعية الدافعة لهذه القوة. وذكر التعليق الصادر بعنوان المنتدى من أجل تطور مستمر لمهرجاناتنا، كما أن الرئيس إسياس أفورقي أكد في افتتاح المنتدى الذي نظم لتقييم تجارب مهرجاناتنا السابقة بأن المهرجانات في إريتريا ليست كغيرها من المهرجانات في المجتمعات الأخرى، بل تعتبر استثنائية ولها مذاق ونكهة خاصة، وأن الدور الذي لعبته في فترة النضال التحرري ومساهمتها في إعمار البلاد خلال سنوات الاستقلال يؤكد هذه الخصوصية. وأشار إلى مساهمة المهرجانات الوطنية التي تقام سنويا في الداخل والمهجر في روح الإبداع والابتكار وتبادل التجارب والقيم بين الأجيال وتطوير الثقافة الوطنية عبر الاستفادة من المخزون التراثي للشعب الإريتري. وأكد التعليق بأن إريتريا تمتلك شباب يتمتع بروح وطنية عالية ويعتز بهويته وتاريخه، وهو مبعث فخر وضمانة للمستقبل، وأن مهرجاناتنا الوطنية مناسبة هامة كمنبع لبلورة كل تلك المفاهيم والقيم. وشدد التعليق الأسبوعي على وجوب تقييم تجربة المهرجانات التي تقام بإمكانات محدودة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب كواجب وطني لا يستهان به. خرجت كلية العلوم وتقنية البحار بمباني الكلية في مدينة مصوع 148 طالبا بدرجة البكالوريوس والدبلوم في الزراعة البحرية والثروة السمكية وتقنية الأحياء البحرية والهندسة البحرية. وقال وزير الثروة البحرية السيد تولد قلاتي في مراسم التخريج أن الحكومة تقوم باستثمار كبير في مجال التعليم لتخريج قدرات بشرية تتمتع بالقدرات والكفاءات العالية، مشيرا إلى أن الطلاب يتخرجون في مجال يساهم على استقلال الثروة البحرية وتوظيفها لمصلحة الشعب، داعيا لتطوير قدراتهم خلال العمل وخدمة الشعب بتفاني. وأوضح عميد كلية العلوم وتقنية البحار الدكتور زكريا عبد الكريم عن ارتفاع عدد الطالبات في الكلية إلى نسبة 13%، مؤكدا تواصل العمل تطوير الكلية بالتجهيزات اللازمة والمدرسين، وأشار إلى وجود برنامج لإدخال تخصصات جديدة. وذكر ممثل الخريجين أن التعليم الذي تلقوه يمهد لمرحلة جديدة من حياتهم، موصيا الشباب للاستفادة الأمثل من الفرص التي وفرتها الحكومة في التعليم، وأكد على جاهزيتهم لخدمة الشعب والحكومة الذي كان دورهم هام حتى يصلوا لهذا المستوى من التحصيل العلمي. هذا وتخرج كلية العلوم وتقنية البحار الدفعة السادسة من دارسيها، كما استقبلت حاليا 650 طالبا سيتم توزيعهم للدراسة في 4 مجالات تعليمية. أكد الإريتريون المقيمون في مدينة لوزان السويسرية في الاحتفال الذي نظموه يوم 8 من يونيو بمناسبة ذكرى استقلال البلاد على استعدادهم للارتقاء بأنشطة التصدي. وأوضح مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في سويسرا السيد شليش إدريس في الحفل الذي شارك فيه عدد كبير من المواطنين من مختلف مناطق سويسرا إن الشعب الإريتري الذي حقق استقلاله ودافع عن سيادته بتضحيات جسام يخوض قمار التنمية، داعيا الإريتريين في الداخل والمهجر لتمتين وحدتهم وتعزيز المساهمة للحفاظ على المكتسبات وإنجاح المرحلة الجديدة للاستثمار الاقتصادي وإفشال المؤامرات. وقدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا السيد برخت ولد يوهنس من جانبه توضيحا عن الفرص التي مهدتها الحكومة لاستفادة المواطنين من موارد وطنهم، داعيا الإريتريين في سويسرا للاستفادة من هذه الفرص. هذا وتخلل الحفل فقرات متنوعة للأطفال إضافة إلى معرض للصور يعكس الموارد السياحية لإريتريا، كما أحيت فرقة أثر الفنية التي ذهبت من إريتريا فقرات قنائية في الحفل. يقوم سكان 7 ضواحي في مديرية أسماط بنفير منذ منتصف شهر يناير
لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مدير المديرية السيد أبو بكر محمد جمع أن سكان أروتا وإيرا وأصمات وهوش وشغالي وأسندة وشاكا وقريت يعملون 5 أيام في الأسبوع منذ 5 أشهر لبناء الحواجز المائية والمدرجات. وقال مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية أصمات السيد عثمان إدريس إن بناء الحواجز والمدرجات يجري في أماكن مختارة بعناية لمساهمته بفعالية لاستقرار التربة ورفع الإنتاج الزراعي. وذكر السيد إدريس محمد جمع والسيدة جمعية إبراهيم المشاركان في النفير أن التربة كانت تنجرف قبل البدء في أنشطة النفير. وأشار كل من السيدة آمنة محمد حامد والسيد إدريس إبراهيم فرج أن الحواجز والمدرجات تحمي السدود والحفائر من الطمي. قال مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بإقليم القاش بركة السيد عبد يعقوب إن أنشطة إصحاح البيئة الجارية في مديرية غونيا تساهم كثيرا لضمان الصحة العامة. وأوضح في الاجتماع الذي عقد لإعلان المديرية الخالية من التلوث البيئي عن إصحاح البيئة في كثير من قرى إقليم القاش بركة، وخاصة إعلان 12 قرية في مديرية غونيا خالية من التلوث البيئي، كما أن هذه القرى تستخدم دورات المياه لتحقق مديرية غونيا المرتبة الأولى عن باقي المديريات. وذكر خبير إصحاح البيئة في مديرية غونيا السيد إفريم برهاني أن التلوث البيئي يؤدي لتلوث المياه وإحداث إضرار صحية، وقد جرت حملة واسعة لإصحاح البيئة. وأشار المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم القاش بركة السيد عبد الله الأمين تيتا إلى أهمية إصحاح البيئة لضمان الصحة العامة، مؤكدا تنامي الوعي الصحي والشعبي بنظافة البيئة. وذكر السيد إسماعيل سالم والسيد آدم علي همد من السكان أن الأمراض المعدية انخفضت بنسبة لإصحاح البيئة. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، فابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يوم أمس السبت إن الاتحاد الأوروبي أن يتعاون مع الصين، ودعا إلى حل متوازن لنزاع تجاري متصاعد بدأ بألواح الطاقة الشمسية ثم امتد إلى النبيذ الأوروبي. وقال أولاند خلال مؤتمر مع ممثلي شركات يابانية في طوكيو إن هدف فرنسا هو بيع مزيد من المنتجات إلى الصينيين، لكن ينبغي أن تكون القواعد واضحة وأن يزيد التعاون بين الطرفين. وقال ينبغي العمل مع الصين لتطوير الاقتصاد، لكن مع تحديد القواعد والمبادئ ولفتح مجالات جديدة للتعاون. وأشار إلى حل المشاكل التجارية مع الصين عن طريق الحوار دون إعطاء مزايا لبلد على حساب الآخر. وبدأت السلطات الصينية الأسبوع الماضي تحقيقا في مبيعات النبيذ الأوروبية بدعوى إغلاق السوق، وهو ما اعتبر إجراء انتقاميا بعد تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على الألواح الشمسية الصينية. وأثارت الخطوة غضبا في فرنسا التي ساهمت في 2012 بأكثر من نصف صادرات نبيذ الاتحاد الأوروبي إلى الصين بدون حساب هونغ كونغ، والبالغة قيمتها مليار دولار سنويا. قالت قوة المعاونة الأمنية الدولية إيساف التي يقودها حلف شمال الأطلسي إن 3 أمريكيين وجنديين ومدنيا قتلوا في أفغانستان يوم أمس السبت حين أطلق رجل يرتدي زي الجيش الأفغاني الرصاص عليهم في إقليم بكيتا شرق البلاد. وأوضحت هجمات جنود أفغان على حلفهم من قوات حلف الأطلسي سببا لمشكلة تتفاقم منذ عام مهددة بتقويض الدعم للحرب في الدول الغربية المشاركة بقوات في أفغانستان، والذي ينحسر بالفعل. وفي العام الماضي دفع تنامي هذه الهجمات حلف الأطلسي إلى تقليص مؤقت لبعض العمليات المشتركة مع القوات الأمن الأفغانية. وكان الرجل الذي يرتدي زي الجيش الأفغاني قتل الأمريكيين 3 بالرصاص عقب خلاف نشب بينهم، وأن 3 أمريكيين آخرين أصيبوا بجروح.
وكشفت بيانات في العام الماضي أن 20% من عدد قتلى قوات حلف الأطلسي في أفغانستان كانوا ضحايا هجمات من جانب جنود أفغان، وأن 16% من الضحايا الأمريكيين لقوا حتفهم جراء هذه الهجمات. المشاهدون الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة والتي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا على حسن المتابعة.